بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح السعادة على عيونكم يا حلوين، يا أحلى متابعين في الدنيا، والله وحشتوني. يا رب تكونوا بخير دايما إن شاء الله. يلا بينا بقى نصلي على النبي كده ونعمل شوية بليلة كده حلوة في البرد اللي احنا فيه ده. بقى محتاج الحاجات اللي زي دي، الأكلات اللي زي دي. يلا إن شاء الله كده هنجيب أي كمية تعجبك بقى. نص كيلو قمح. في قمح بيتباع جاهز، لكن ده قمح عندنا احنا. يعني عندي من الارض كده. اولا لو عاوزه تخزنيه هتسلقيه، هتجيبيه الاول. انا نقعته الاول في ميه من بالليل للصبح، بعد ما غسلته كويس قوي قوي قوي. نقعته في ميه من بالليل للصبح، وبعد كده بقى حطيته على النار في ميه، مليت عليه الحله ميه على 3 كوبايات قمح، ولحد ما بميه بس استوى، بس بميه بس من غير اي سكر ومن غير اي اضافات خالص، لحد ما يبقى فشر كده بالطريقه الجميله دي. ويبقى عبيه في اكياس كده واحطه في الفريزر للتخزين. يبقى عندك طول السنة، موجود طول السنة، وحلو قوي في التقديم برضو كمان. بعد كده بقى هنجيب بقى البليلة، القمح اللي استوى كده، هنجيب بقى تقدميها ازاي بقى او تاكليها ازاي. كاسات، كوبايات، اطباق، بولات، اي حاجة تحط فيها، عاوزة تحط فيها حط فيها. تحط القمح، وبعدين تحط اضافات بقى، زبيب، جوز هند، مكسرات، اي حاجه، مربى، اي حاجه بقى عاوزاها تحطيها فيها حطيها، ساده زي ما هي كده حطيها، حلوه برضو هي كده في كلتا الحالات. هي في البرد ده بتدفي جدا. يعني دايما في البرد بنحب الاكلات اللي تدفي. دي مربى التفاح برضو مخليها جميله قوي. وقشطه لو حبيتي قشطه، بس القشطه طبعا بما ان القشطه غاليه، علبه القشطه ب20 جنيه النهارده، اللي هي الصغنونه قوي دي اللي مكتوب عليها بونو او حاجه كده. فاستكفي بقشطة وش اللبن وخلاص، ومن غير قشطة برضو شغال جميل. المهم ان هي تدفي، يعني الحاجات اللي بتدفي دي، وحمص الشام والحاجات اللي زي اللي هي الحلبسة والحاجات اللي زي دي. انا عملت كل ده على القناة. لو عاوزين تشوفوا الطريقة موجودة عندكم في القناة. كده تمام اهو. دي تقديمة كده سادة كده من غير حاجة خالص، مفيش بس غير زبيب وجوز هند. لو عندك بقى مكسرات حطي. والله هي في كلتا الحالات حلوة، اللي بيحبها يحبها، لأنها طبعا مغذية جدا ومفيدة، لأن القمح الحباية الكاملة دي حلوة قوي. اهو كده تمام. مش عارفة بتاع الزيت اللي عمال ينادي عن زيت على الزيت ده. اهو بدوقها لكم اهو، مش صايمة النهاردة. يعني هي كده الواحدة والله جميلة وحلوة. لو قمت الصبح تفطري ببولة كده حلوة، بتشبع، بتشبع وحلو. او تتعشي بيها لو مش عاوزة مثلا في ناس ما بتتعشاش، بتستكفى بحاجات خفيفة، فهي دي تتعشي بيها بدري. بعد كده ممكن بقى تجيبي شو لو عاوزه بقى تحط عليها اضافه بقى، برضه اضافه حلوه قوي، مكون حلو قوي تحط عليها كنافه. عندك كنافه في الفريزر لو موجود يعني. هتجيبي شويه كنافه كده وتحمصيهم على النار، ممكن بنص معلقه سمنه صغيره، وممكن من غير سمنه خالص. بالشكل ده كده، عاوزينها اللون ده كده الذهبي الجميل ده كده اهي. ولو عندك، وممكن تحمصي الحاجات دي وتحطيها في الفريزر يعني تطلعيها في ساعتها، تعملي كل حاجه في ثواني. كده حمصنا الكنافه اهي. نعمل بقى البليله بالكنافه. ده القمح بتاع البليله اهو. ده مش يعني من التلاجة، مش المره اللي فاتت كان لسه نازل من على النار وعملته. دلوقتي بقى كانت في التلاجة او في الفريزر. لو في الفريزر هتطلعيها وتحطيها تفك، وبعد كده تحطيها بقى. حطينا الاول يعني لو عاوزه بالترتيب مش بالترتيب، يعني حطيت الكنافه الاول تقديمه، مجرد تقديمه كده ديكور يعني. وبعدين القمح. كتري تقللي بقى في ايدك انت كده اهو. حطيت الكنافه الاول، ممكن تحط الكنافه في الاخر زي ما يعجبك. المهم تعملي بليله، لو بتحبوها هتحبوها والله، لان هي فعلا حلوه ومغذيه، ومعروف ان حبه القمح الكامله ديت حلوه قوي. غسلتي غسلتي. تمام كده. حطينا بقى جوز هند اهو. جوز هند مبشور، بشرنا جوز هند، حبه زبيب، كفايه. يعني الاضافات دي لو مش عاوزه تحطيها ما تحطيهاش، بس طبعا كل اضافه من دول لها غذاها وحلوه
والاطفال هتحبها لان الاطفال كلها بتحب الزبيب تقريبا يعني. بعد كده بقى نحط اللبن اخر حاجه، اللبن محلي طبعا، متحلي زي ما انت عاوزه، محليه بالسكر كده اهي. تمام اهي، تعالي هنا اهي. اه كده تمام. هنحط بقى في ايه البولات دي. يعني انا بوريكي تحطي في اي حاجه تقديمات، في كل التقديمات حلوه، هي كل تقديماتها حلوه صراحه يعني. كده حطينا القمح الاول، وبعدين نحط اللبن، نزود كمان لبن. على فكره الكنافه بس بتشرب اللبن شويه، بتشربه بسرعه، فمش اي مشكله خالص. حطينا الكنافه بقى تاني على الوش اهي. شايفين الكنافه وجمالها شكلها عامل ازاي، ذهبي وجميل. حطي بقى الاضافات، زبيب، يعني ممكن تعكسي الاضافات بقى ايه من هنا لهنا زي ما يعجبك. حطينا جوز الهند فوق، سلام بقى لو فيها حبة مكسرات بقى والله حلوة كده من غير اي حاجة. مكسراتنا دي جميلة جدا. حطينا معلقة القشطة، قشطة وش اللبن، علشان زي ما قلنا كده القشطة غالية، اللي عاوز يجيب قشطة يجيب، حلوة برضو جميلة. القشطة الموجودة عندك حطيها. معلش بقى هنغير الصينية اللي وقع عليها اللبن ده، احسن حد يقول وقعت عليها ومش عارفة ايه. خلاص نغير الصينية اهو. يلا يا ستي كده تمام. اعملي بقى الكمية اللي انت عاوزاها، المقدار اللي انت عاوزاه. انا بس بوريتك الفكرة، ولو عجبتكم طريقتنا في البليلة السهلة البسيطة دي ما تنسوناش في اللايك والاشتراك لو سمحت. اهو يعني هي بصراحة جميلة، هي مغذية يعني، انا مش عارفة، انا شايفاها جميلة. انتوا بقى ايه اللي بيحبها هي هيعملها ان شاء الله ويجربها. الف هنا وشفا لكل يجربها ويعملها ان شاء الله. وشكرا لكم لمتابعتكم الفيديو. تمام تمام، عن قرب كمان اهي. مش عارفة البتاع اللي فيها المقصوصة دي اهي، عن قرب والله شكلها جميل وطعمها تحفة. ان شاء الله لو هتجربوها هتعجبكم ان شاء الله.